معنى تاني بقى اسمه ايه؟ اسمه 19450. سمعتوا الرقم ده؟ عارفين الرقم ده؟ رقم مين ده؟ عارفين الرقم ده يمثل رقم الخير في مصر؟ رقم الطوارئ في مصر؟ الرقم ده بقى اهميته زي اهميه رقم الاسعاف. احنا يوميا بيجي لنا مئات المكالمات في اليوم. الناس عارفه ان الرقم ده هيساعدوك، لان احنا بتوع تطوع، فاحنا بشبكه المتطوعين. الناس بتتصل في الشتاء، ده في حد بردان نايم مش متغطي كويس تحت الكوبري الفلاني في المكان الفلاني، في نفس اليوم يكون في حد عنده بيغطيه. ده اللي الرساله بتعمله، عشان عندنا شبكه متطوعين بالتطوع بنعمل الحاجات دي. في اي حته في مصر حد بردان هنروح نغطيه، حد محتاج اي حاجه اتصل بيه. 19450 ده بيخدم اي حد محتاج اي حاجه. فعلا الناس محتاجه وجبه هتروح لهم. ياما حد اتصل جعان مش عارف في نفس اليوم، ياما حد اتصل محتاج توصيله، معاق او عنده مشكله بنوصله. احنا بنوصل اي حد، احنا بنوفر دم لاي حد، احنا بنوفر وجبات لاي حد، بنوفر هدوم لاي حد. اي حد محتاج هدوم هنوفرها له، بنوفر حاجات كتير جدا للناس. لقد وصل الامر اي حد محتاج حد يسمعه احنا بنسمعه. تخيل احنا الخدمه دي مش عارف تعرفوها ولا لا، الخدمه دي موجوده وشغاله يوميا مش اقل من 150 مكالمه في اليوم. الخدمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. نحن نسمع من يحتاج ان يستمع. بس الخدمه حاليا للبنات بس، اللي بيتصلوا بنات واللي بيردوا عليهم بنات. نحن نقدم لهذا المستوى، لو محتاج حد يسمعك احنا بنسمعك. المعنى ده بسبب ان عندنا متطوعين. مستحيل تعمل ده غير ما يكون عندك متطوعين. مستحيل تعمله ازاي؟ فلا يوجد في مصر حد بيقدم المعاني دي غيرنا. احنا مش جمعيه اخرى، احنا حاجه تانية. ارجو تكونوا واخدين بالكم كويس من المعنى ده، عشان كده استمراركم واستمرار كل الخير ده. لا ده لسه احنا مش بس برقم التليفون، احنا كمان علمنا الناس تساعد بعض. احنا بتوع انا وابن عمي بنعمل ايه؟ بنساعد الغريب. عندنا جروب فيه فوق 7 مليون انسان بيساعدوا بعض. الناس بتبعت انا مشكلتي كذا، يلاقي حد تاني، حد محتاج هدوم يلاقي حد يديها له، حد عنده هدوم يلاقي حد ياخدها منه. ده يوميا. لدرجه الناس محتاجه استشارات طبيه، احنا اللي عنده مشكله بيبعت انا عندي صداع اعمل ايه؟ يوميا في من ده، يوميا. ده مش اقل من 100 في اليوم، والله العظيم مش اقل من 100 في اليوم. موضوع عندي صداع وعندي بتاع اعمل ايه؟ اروح مستشفى. طب يوميا. ودكاتره بترد، دكاتره متطوعين. عندنا فريق ضخم من الدكاتره المتطوعين، مش اقل من 500 دكتور متطوع في جميع التخصصات بيردوا على الناس تطوعا بلا مقابل. محدش يعمل في العالم، يمكن محدش يعمل الكلام ده، محدش خالص. دي المعاني الرساله بتقدمها بكلمه تطوع.